يا فندم حضرتك كنت بتتكلم عن بشكل جوه النت. في الحاجتين اللي انا بقول لحضرتك عليهم دول اللي هم البرنامج تحفيظ القرآن الكريم لأبناء الأعضاء مجانا، ومشروع الأكشاك المقامة داخل النادي. دي من الحاجات اللي أنا كنت معمولة بفكري أنا وتنفيذ كل أعضاء مجلس الإدارة والناس القائمين على النادي في الفترة دي. وتم برنامج تحفيظ القرآن ده تم تطويره جدا عن طريق مجالس الإدارات اللي بعد كده، كان الشيخ احمد الزند الله يمسيه بالخير، او الدورتين اللي بعديه الاستاذ فايز عريبي، واخد بالك. وتم تطويره برضه بطريقه ان بداوا يحفظوا الناس الكبار ودخل فيه سيدات وشغال لغايه النهارده بسم الله ما شاء الله زي حضرتك فخور جدا جدا جدا. بالنسبه للاكشاك طبعا تم تطويرها بطريقه جميله جدا وبقت في منتهى الجمال، وإدارتها طبعا ما بقاش زي زمان. برضه زمان كانت الإدارات كانت ضعيفة، النهارده بسم الله ما شاء الله. وبدأوا النادي برضه تم تطوير المحلات اللي خارج النادي، وعملوا الناحية الثانية ناحية شهادة المعلمين. كل الحاجات دي بتعمل موارد للنادي. النادي يعني محتاج موارد كتير عشان تقدر تصرف على كل الأنشطة اللي موجودة في النادي. أنت محتاج موارد كتير، محتاج لجنة كبيرة من رجال أعمال في طنطا لتنمية موارد النادي. ليه أهل طنطا كلهم بعدين عن النادي؟ كتير أوي. النادي طنطا فيها ناس كويسة أوي أوي، وعندها استعداد كويس أوي إن هي تساهم في تنمية النادي، بس عايزين تكاتف. موضوع إن أصل في حتة مهمة جدا، الناس فاهمة إن هو مثلا لازم يبقى جوه مجلس إدارة عشان يساهم في تنمية نادي أو يساهم في تنمية موارد نادي أو الكلام ده. لا، أنا مش لازم أبقى جوه مجلس إدارة. ممكن أخدم النادي وأنا قاعد على في الجنينة وأنا بره النادي. إيه المشكلة؟ ده النادي ده بتاعي. ما يكونش من خلال الكرسي. لا، مش من خلال الكرسي. الكرسي ده يا جماعة ما هوش منصب يعني خالص. يعني هو إيه الكرسي يعني؟ الكرسي ده عبء على فكرة، عبء عليا أنا شخصيا. يعني انا اقول لك على حاجة، انا كنت بتكلم مع ناس اعضاء من كام يوم كده في قعدة. انا اقدر اخدمك وانا بره مجلس ادارة اكتر ما اكون جوه مجلس ادارة، واخد بالك؟ انا ما بحبش عضو مجلس الادارة اللي بيخدم على حساب النادي. تخدم العضو خلال اللوائح، خلال القوانين المنظمة لأعمال الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية، لكن تخدم على حساب النادي دي مش خدمة. لا، اللي يخدم على حساب النادي لا، يدفع من جيبه عشان يخدم العضو. لكن لو من خلال اللوائح المنظمة اهلا وسهلا ونخدمك من عينيا الاثنين، واخد بال حضرتك؟ الكرسي ده بيبقى عبء على عضو مجلس الإدارة اساسا، الا اذا كان عضو مجلس الإدارة اللي جاي فاهم ان الكرسي ده هيكبره. لا، كانش عضو مجلس الإدارة اللي ينجح يضيف للكرسي اللي هيقعد عليه مش عايزه. انا عايز العضو اللي يجي انا عايز عضو مجلس الإدارة اللي يضيف للكرسي، مش الكرسي اللي يضيف. لا، عايز عضو مجلس إدارة، عايز رئيس مجلس إدارة، عايز ناس تضيف للكراسي اللي قاعد عليها، يشرفوا النادي بجد. مع احترام الناس كلها، بس الناس كلها ناس افاضل، بس دي كلمة لأعضاء الجمعية العمومية كلها لما يجوا يختاروا أعضاء مجلس إدارة ويختاروا رئيس مجلس إدارة. بلاش يعني الود قوي، حاول تختار بعقلك. يعني ما نكونش مثلا فلان زميل صاحبي هديله صوتي. لا مش صاحبي. انا واحد صاحبي قال لي انا هديك صوتي بس مش انت صاحبي. لا، انا عشان انا حاسس ان انت اصلح. انا بكلم مع حضرتك ان مثلا مش عاوزين اللي يجي صوت. انا مش عايز صحابي يكون الفكر البرنامج اللي قدامي عشان اصاحبهم. لو مش مقتنعين بيا ما يدونيش. يعني يكون خلال البرنامج اللي معروض من خلاله. على فكرة البرنامج يعني انا برضه مش يعني موضوع البرنامج ده في ناس كتير قوي بتعمل برامج حلوه قوي بس متنفس. يعني مش موضوع ان انا اقعد اكتب لك برنامج في ورق واوزعه الناس وهي قاعده والكلام ده كله. طب حضرتك شايف ازاي؟ سهله جدا. حضرتك شايف ازاي ان البرنامج اللي يتعمل برنامج انتخابي يتم تنفيذه؟ برنامج الانتخابي عشان يتعمل لازم يتعمل من خلال مجموعه، مش يتعمل من خلال واحد. مفيش حاجه اسمها برنامج انتخابي لواحد.
البرنامج الانتخابي بيتعمل مجموعة. لما البرنامج الانتخابي بيتعمل من مجموعة واعضاء جمعية عمومية لو عايزين فعلا مصلحة النادي يختاروا المجموعة على بعضها. قايمة بالكامل. القايمة بالكامل. هو ده اللي احنا بنطالب بيه، يعني احنا في الفترة الجاية هنطالب بيه. انا حضرت قبل كده مجلس كله مشاكل. سنة كام؟ سنة 96. انا دخلت من 96 ل 2000. سنتين اشتغلنا كويس قوي قوي قوي، كنا متفاهمين جدا جدا، وفجأة الدنيا اتقلبت رأسا على عقب وبقى صراعات شخصية. صراعات شخصية ملهاش علاقة خالص، دمرت النادي لغاية ما مجموعة قدمت استقالتها والمجموعة الثانية اتحلت لأن كان عددها أقل من العدد القانوني، وجه مجلس تاني أنجز رغم إن هو كان معين، بس أنجز وعمل حاجات جميلة جدا. بعض الناس ليها ملاحظات على المجلس ده، بس أنا واحد من الناس اللي شايف إن المجلس ده أنجز. فلما ينجز يعني أي حد يا جماعة بيشتغل لازم يبقى له سلبيات. مفيش حد بيشتغل وملوش سلبيات، بس الايجابيات وتدوروا على الايجابيات، لو لقيتوها اكتر من السلبيات تبقى ناس ناجحه. المجلس الحالي اللي هو موجود او المجلس اللي هو اللي فات من سنه 2007 لغايه النهارده، رغم ان هو حل المنتخبين حل وتعين 3 مجالس ورا بعض خلال ال3 سنين دول، برضه الناس انجزت بعض حاجات كويسه جدا جدا جدا. في سلبيات في النادي، في سلبيات في النادي. اي يا عم لازم يكون في سلبيات وفي ايجابيات. مفيش مكان في الدنيا ما فيهوش سلبيات. ايدينا في ايديكم لغايه ما نقضي على السلبيات واحده واحده. انا ما بحبش ان انا اقول لك ايه هتيجي تعمل معايا حديث زي اللي انت بتعمله وتقول لي ايه برنامجك الانتخابي. انا مش برنامج انتخابي، انا برنامج انتخابي من خلال المجموعه اللي انا معاها. مجموعه تنجح مع بعض نقدر ننجز فعلا ونعمل لخدمه الناس. عشان انا اقول لك انا ليا برنامج انتخابي 1 2 3 4 ما هيبقاش، لان انا ممكن لو دخلت على مجموعه ثانيه مش هعرف اعمل حاجه خالص، وهتعامل معاهم من منطلق ان انا واحد لوحدي وهم لوحدهم وهيحصل مشاكل وانشقاقات. كل ده ضد مصلحتي. فانا بنادي وبطالب كل اعضاء الجمعيه العموميه الدقة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة. لو سمحتوا يا جماعة اختاروا قائمة على بعضها. اختاروا قائمة على بعضها لأن الناس دي مختارة بعض. وأجاوبك على سؤال اللي بتسأل إيه اللي خلاني أنزل الانتخابات أو إيه الهدف من دخول الانتخابات. أنا من سنة 2000 لغاية 2010 أنا عاكف عن نزول الانتخابات. السبب الرئيسي لا غير سبب رئيسي، يعني ايه شايف الجو مش حلو، في مشاحنات فيه، وانا راجل مش فاضي عن شغل كتير، راجل موظف مدير عام شؤون ماليه، راجل بحري جامعه واسطه عن شغلي الخاص بيا. فانا طبعا يعني من الساعه 9 الصبح مثلا لغايه الساعه 3 الصبح وانا بشتغل يوميا. هتقول طب ما زلت خلاف ليه ما عندكش وقت؟ لا انا بحب النادي جدا واخلاق الوقت. النادي ده نادينا. واخلاق الوقت. والنادي ده نادينا. اخلاق الوقت. انا اتربيت هنا. انا كنت بعيش في النادي وانا صغير اكتر ما عشت في بيتي. انا كنت بصحى من النوم افتح عينيا واجي النادي. كل شبر في النادي بحبه. دخلت انتخابات ليه؟ استاذ فايز عريبي رئيس النادي كلمني شخصيا، وطبعا علاقتي بيه قوية جدا الدورة اللي انا قضيتها معاه، وقال لي انا عايزك معايا. قلت له انا مش هنزل انتخابات. قال لي لا لازم تنزل، احنا عاملين مجموعة حلوة قوي ومتشرفة قوي كده. لقيت المجموعة جميلة فعلا، لو نكتب على بعضها تبقى بطل بجد. مجموعة اعضاء مع رئيس نادي متكامل في اي نادي، اي واحد فيهم يصلح ان يتعمل عليه مجموعة. فاحنا 5 اعضاء سايبين مكان فاضي زائد استاذ فايز عريبي رئيس النادي. اي واحد من ال5 دول زائد رئيس النادي يصلح ان يتحط عليه 6 ويتعمل مجلس اداره. ودي شهاده انا بقولها
جدا للنادي خلال ال4 سنين اللي جايه ان شاء الله. ده السبب الرئيسي. في النهاية بنشكر حضرتك على حوار ممتع ليا شخصيا انا. ربنا يخليك. كل التوفيق ان شاء الله للقائمة بالكامل، ربنا يخليك. ويا رب نشوف نادي طنطا تسلم. ايام مجلس الزمالك. تسلم. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك والناس اللي شكرا. السلام عليكم. شكرا لك.